في مراسم إجراء قرعة خليجي 25. نظرا أو لقوانين متبعة في لوائح الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 فرق. فالمجموعة الأولى، وعلى حسب لوائح وقوانين الاتحاد الخليجي، تكون الدولة المستضيفة تكون على رأس المجموعة الأولى، وهي الجمهورية العراقية. الجمهورية العراقية تكون على رأس المجموعة الأولى. وأيضا صاحب البطولة الأخيرة يكون على رأس المجموعة الثانية، وهي مملكة البحرين. مملكة البحرين تكون على رأس المجموعة الثانية. جرت العادة أو القوانين الموجودة في الاتحاد الخليجي أن يتم تقسيم الفرق على حسب التصنيف الدولي لآخر تصنيف دولي. ف6 فرق موجودة عندنا الآن تم تقسيمها إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى وعلى حسب التصنيف تكون قطر والسعودية موجودة في مجموعة، والإمارات وعمان تكون في مجموعة، والكويت واليمن تكون في المجموعة الثالثة. طبعا عندنا راح يكون عندنا اللي هو تسكين الفرق في المجموعة، فراح يتم سحب المنتخب ومن ثم يتم سحب موقعه في المجموعة. راح نبدأ بالمجموعة الأولى والمجموعة الثانية، الأولى والثانية بهذه الطريقة. ويتفضل معي الكابتن جمال مبارك من الكويت والكابتن الغدير حبيب جعفر من الجمهورية العراقية، تفضلون. طبعا راح نبدأ من المستوى الثالث، وهو عندنا الكويت واليمن. تفضل كابتن جمال، اسحب لي. اليمن راح تكون في المجموعة الأولى، ونشوف يا كابتن حبيب تسحب لنا من المجموعة الأولى تكون وين موقعها من راح يكون موقعها 2 في المجموعة، راح يكون 2 ألف، راح تكون اليمن. دولة الكويت راح تكون في المجموعة الثانية، وناخذ يا كابتن حبيب موقعها في المجموعة. راح يكون موقعها أيضا ب2 في المجموعة الثانية. ننتقل إلى المجموعة الإمارات وعمان. عمان راح تكون في المجموعة الأولى، ونشوف موقعها يا كابتن في المجموعة A4. راح تكون في المجموعة A4. الإمارات العربية المتحدة. وكابتن حبيب نشوف موقعها في المجموعة الثانية. ب4 راح تكون في ب4.
المجموعة الأخيرة وهي قطر والسعودية، ونشوف موقعهم في أي مجموعة. المملكة العربية السعودية راح تكون في المجموعة الأولى. نسحب كابتن ونتأكد من موقعها أيضا. وهو A3 راح تكون في A3. واخر حاجه راح يكون عندنا المنتخب القطري. منتخب قطر راح يكون معنا في المجموعه الثانيه. تفضل يا كابتن حبيب. راح يكون موقعه في المجموعه الثانيه A3. شكرا يا كابتن، شكرا يا كابتن جمال، شكرا يا كابتن حبيب. جزاك الله خير، جزاكم الله خير. الآن تم تقسيم المجموعات إلى أو الفرق تم تثبيتها في المجموعات، وإن شاء الله في الوقت القريب لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي سوف تقوم بالتعاون مع اللجنة المنظمة بتحديد الملاعب وتحديد الأوقات إن شاء الله، ومن ثم يتم إصدار الجدول. وبالتوفيق لجميع الفرق، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا كابتن.